في الحلقه اللي فاتت اتعرفنا على كليه حاسبات ومعلومات، وقلنا بيدرسوا ايه جوه، وقلنا باختصار ان هم بيدرسوا كل حاجه ليها علاقه بالتكنولوجيا. وقلنا في اخر الحلقه ان مفيش مسمى وظيفي باسم اللغه اللي انت هتتعلمها، انت بتدرس اللغه وبعدين بتوظفها في حاجه بتستخدمها حواليك. وبدايه من الحلقه دي هقول لك امثله عمليه على توظيف اللغه في حاجات بتشوفها حواليك. والنهارده هنبدا بالويب سايتس والابلكيشن. بس قبل ما نبدا، انا ده حسن لاول مره تشوفني، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. ويلا بينا. اكيد سمعت قبل كده عن مجال الويب ديفلوبمنت، مجال مشهور قوي قوي من زمان. وطبعا مع التطوير وظهور الاندرويد والاي او اس ظهرت التطبيقات والابلكيشنز اللي احنا بنستخدمها يوميا، فظهر مجال الابلكيشن ديفلوبمنت. بس خليني اقول لك ان كلمه ويب او ابلكيشن ديفلوبمنت كلمه عامه جدا، لان المجال نفسه بينقسم لقسمين. او انت عشان تطور او تصمم موقع او ابلكيشن محتاج حاجتين، بتحتاج لفرونت اند ديفلوبر وده موضوع حلقتنا، وباك اند ديفلوبر وهو موضوع الحلقه الجايه باذن الله. وانت بتتفرج معايا الحلقه ممكن تفتح اي ويب سايت او ابلكيشن بتستخدمه، اول حاجه بتظهر لك هي واجهه الابلكيشن. ركز كده على مكان الايكونز، مكان السيرش، شكل الايكونز نفسها، كلام مكتوب فين. طب لما تضغط على اي ايكون مش بيظهر لك انيميشن كده؟ لما تضغط على اي ايكون مثلا مش بينقلك لصفحه تانية؟ لو انت مثلا على ويب سايت شراء مثلا، مش بتضغط على ايكون يوديك مثلا صفحه التشيك اوت؟ ارجع بقى تاني للصفحه الرئيسيه. مش ممكن مثلا تلاقي فيديوهات بتعبر عن الويب سايت نفسه، عن الابلكيشن نفسه، يقول لك مثلا عروض؟ انت المفروض تكون جمعت معايا ايه هو الفرونت اند ديفلوبمنت. هو باختصار شديد اليوزر انترفيس اند يوزر اكسبيرينس. دي اول حاجه بتظهر للمستخدم لما بيفتح اي ابلكيشن او اي ويب سايت قدامه. شكل الابلكيشن وترتيب الايكونز مهم جدا جدا لاي مستخدم. وبالنسبه لجزء اليوزر اكسبيرينس هو ازاي بيتفاعل مع الابلكيشن. هيظهر ايه لما بيدوس على اي ايكونز من الايكونز اللي قدامه، او مثلا لما يدوس مثلا على زرار السيرش. وبالمناسبه في دلوقتي وظيفه بنفس الاسم اسمها يو اي اند يو اكس ديزاينر، دخلت عالم البرمجه في عالم الجرافيك ديزاين. وده لان تصميم واجهه اي ابلكيشن محتاج حس ابداعي بيكون موجود عند الجرافيك ديزاينر، ولكن اليو اي اند يو اكس فصل مهمه الديزاينر عن مهمه الكود. اليو اي يو اكس ديزاينر بيصمم بس واجهه الابلكيشن، وبيتعاون مع فرونت اند ديفلوبر عشان يحقق له التصميم اللي هو عمله. طبعا لو انت جرافيك ديزاينر وحابب مجال البرمجه ممكن تدمج الاتنين مع بعض، فهيبقى حاجه حلوه جدا جدا ليك. وطبعا ما ننساش دور الكلاينت في الموضوع. المالك الخاص بالابلكيشن بيبقى عنده فكره معينه عايز ينفذها زي اي كلاينت بيجي لاي جرافيك ديزاينر، بيفهمه ايه اللي في دماغه وبيتعاون معاه لتنفيذه على ارض الواقع. حاجه كمان بيراعيها صاحبنا الديفلوبر وهو شكل الابلكيشن في مختلف الاجهزه. يعني مثلا شكله على الويب غير شكله على الموبايل غير شكله على التاب. حتى في اختلافات في كل حاجه بتظهر قدامك تقريبا. يعني مثلا لو دخلت على ابلكيشن فيسبوك على الويب مختلف تماما عن ابلكيشن فيسبوك على الموبايل. ظهور مثلا البوست ليك، النوتيفيكيشن، مكان الحاجات. لازم يراعي ان مساحه شاشه اللابتوب مختلفه تماما عن مساحه التابلت، مختلفه تماما عن مساحه الموبايل. لازم يعمل حسابه هيحط الايكونز فين، والشكل اللي هيوصلك بيه التطبيق عموما في مختلف الاجهزه. دي تقريبا كل حاجه بيعملها فرونت اند ديفلوبر. فاضل بقى تعرف المهارات اللي مطلوبه منك علشان تبقى واحد منهم باذن الله. مش انا قلت لك انك انت تتعلم اللغه عشان توظفها؟ الجافا سكريبت هي اللغه المطلوبه في المجال ده. وده لان اللي بيميز الجافا سكريبت عن اي لغه تانية في المجال ده هي سهوله قرايتها من البراوزر نفسه. يعني مثلا اليوزر دخل ايميل، المفروض يتشيك الايميل ده صح ولا غلط. بتدوس على ايكون بيتفاعل معاك، هو بيابديت الداتا من نفسه، بيخلي الابلكيشن او الويب سايت اللي انت بتستخدمه حيوي. بالاضافه للفريم وركس الواسعه اللي جوه الجافا سكريبت اللي بتتيح لفرونت اند ديفلوبر خيارات واسعه لتصميم اي ابلكيشن. وبالمناسبه الفريم وركس هي حاجه شبه اللايبرري بس مش لايبرري قوي بالظبط، يعني متقدرش تقول عليها لايبرري قوي. طيب ايه تاني ممكن تتعلمه؟ محتاج تتعلم HTML CSS، ودي لغات مطلوبه برضه عشان تبقى فرونت اند ديفلوبر. وبس كده، متهيالي احنا قلنا كل حاجه تخص الوظيفه دي. وفي الحلقه الجايه باذن الله هوريكم الجانب الخفي من تصميم اي ويب سايت او اي ابلكيشن. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تشيروها مع صحابكم، ولايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واشوفكم باذن الله في حلقه جايه. والسلام عليكم.